عايزة ترضي أولادك اللي بيحب كيكة الفانيليا واللي بيحب كيكة الشوكولاتة ومش عارفة تريحي مين فيهم. تعالي النهاردة نعمل مع بعض كيكة التايجر، حلوة قوي، وهي عبارة عن كيكة فانيليا وكيكة شوكولاتة بمكونات واحدة، بس الترتيب في الطبقات هو اللي هيطلع معاكي الكيكة بالشكل والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. هشة طعمها حلو قوي وكمان سكرها مظبوط. يلا بينا نشوف مقادير الوصفة ونبدأ ونقول بسم الله. معايا في مقادير الوصفة النهاردة كوباية ونص من السكر، سكر حبيبات عادي، 3 حبات من البيض، كمان معايا كوباية من الزيت كلها متقطع عادية من بتاعة الشاي، معايا كوبايتين دقيق، معايا كيسين فانيليا، وكمان معايا كوباية لبن وكيس بيكنج باودر ومعلقة كبيرة مليانة من الكاكاو. هحط البيض والفانيليا واقلبهم مع بعض كده، وبعد كده هنزل بالسكر. تقدري تضربي كل الخطوة دي في الخلاط او لو عندك مضرب كهربائي، ولو عندك مضرب يدوي مفيش مشكلة. انا عملت الوصفة كلها النهاردة بالمضرب اليدوي. ببدأ ان انا اخلط كده الدقيق البيض بالسكر لحد ما السكر يدوب وكمان اللون بتاعه يبقى فاتح. هنزل بالزيت حبة بحبة كده، وهبدأ برضو ان استمر في الضرب. وبعد كده هغلي كوباية اللبن اللي معايا دي، لان زي ما قلت لكم من يوم ما عملت كيكة الحليب المغلي وانا على طول معتمدة غليان اللبن في الكيك، بيدي هشاشة ولون حلو قوي. كوبايتين دقيق لابد ان يتنخلوا مرة واتنين كمان لو تقدري، علشان تطلع معاك الكيكة هشة، مش هتهبط معاكي صدقيني لو مشيتي على الخطوات دي مظبوط. ببدا احط السكر والبيض والزيت، وبعد كده بمزجهم مع بعض، وبعد كده بنزل بالدقيق. القوام تقيل ازاي؟ انا عايزاه كده لان هيبدا يتفكك باللبن المغلي. بغلي اللبن على النار وببدا ان انا انزل بيه كله، هي كوبايه مليانه، بنزل بيه كله على الخليط الكيك التقيل ده. كمان هسيب لكم المقادير مظبوطه، اللي عايز ياخدها سكرين شوت في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده اللي هو العنوان، بتضغطي عليه بيدخلك على الوصفه وهي مكتوبه، فبتقدري ان انت تاخديها سكرين عشان بقى تحتفظي بيها، وبعد كده تمشي خطواتك عليها يعني. بغلي اللبن بقى، وبعد كده على طول ادي اللبن المغلي اهو، وهبدا بقى ان انا اقلب بالراحه خالص عشان اللبن ما يلسعكش لانه بيبقى فعلا سخن جدا. ده القوام معايا. بعد ما خلص هبدا بقى ان انا اقسم الخليطين دول، الخليط ده على 2. حبة هحط فيه معلقة الكاكاو، وحبة تانية هزود عليه معلقة دقيق علشان قوامه يكون مظبوط، لان قوامه كده سايل قوي. ليه قوامه سايل قوي؟ علشان انا كنت هقسمه على 2، وهبدأ ان انا احط الكاكاو عشان ياخد القوام المظبوط بتاعة الكيك، ودي زودت عليها معلقة دقيق. ففي النهاية انا استخدمت كوبايتين دقيق ومعلقة دقيق، فاهميني؟ وكوبايه والخليط التاني حطيت عليه معلقة الكاكاو. هبدا بقى احط حبه هنا وحبه وبعدين حبه وحبه. الطبقات بقى اللي انت عايزاها، تبداي الاول بشوكولاته، عايزه تبداي بالفانيليا زي ما انت عايزه، وبخله اسنان اسحبي كده من بره لجوه، هيطلع معاكي الشكل الحلو ده. والشكل ده يتنيه ثابت من اول ما تحطيه لحد ما تطلعيه من قلب الفرن. الفرن بتاعي كنت مسخناه على درجه حراره 180، مشغله الفرن من تحت بس، وحاطه الشبكه في الرف الوسطاني، يعني حاطه الشبكه في وسط الفرن ومش مشغله من فوق. بعد ما بتستوي وبتعلى بتبداي ان انت تشغلي من فوق عادي خالص. لنجاح الكيك اول حاجه الفرن يكون متسخن من قبل، يعني وانتي اول ما تبداي تشتغلي سخني الفرن بتاعك. وكمان من نجاح الكيك انه ما يهبطش معاكي لازم تنخلي الدقيق، ولازم تخبطي الصينيه كده خبطتين بعد ما تخلصي. ما تفتحيش الفرن على الكيك الا بعد مرور 25 دقيقه كده. احسبيها كده بالساعة 25 دقيقة علشان ما تهبطش معاكي. الفرن بيبقى سخن لما بتخش عليه الكيك، بيخش عليه هواء بارد من بره، بتهبط. دخلت الفرن وطلعت بألف سلامة. خدت قد ايه في الفرن؟ خدت 45 دقيقة بالظبط. طالعة هشة وجميلة، والقوام زي ما انتم شايفين حلو قوي. يا رب الوصفة لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. كنت معاكم الشيف هبة شيحة. اعملوا شير للوصفة ودمتم بألف خير، واستنوني في وصفات كتير.